السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة بقى عندنا اوردر بتاع عروسة، قلت ان انا اصوره واشاركه معاكم. يعني لو واحدة عايزة تعمل افكار عزومات، واحدة عايزة تعمل افكار برضو لاوردرات العرايس، يعني يبقى عندها خلفية، يبقى عندها فكرة. عايزة اقول لكم على حاجة، الفيديو دوت كان ساعة ونص، انا فضلت اقصقص فيه واسرع فيه واجري فيه لغاية لما بقى نص ساعة او اقل من نص ساعة كمان، يعني بالعافية. فمعلش بقى اعذروني على تجرية الفيديو وعلى السرعة بتاعته، بس يا غصب عني عشان خاطر ان ما اطولش عليكم. في ناس كتير بتتفرج من باقات، من كروت شحن، ما يبقاش الفيديو طويل عليها. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه النهارده. هي كانت طالبه زي ما انتم شايفين كده حمام وبط وممبار ومكرونه بشاميل وجلاش باللحمه المفرومه وفراخ مشويه وسلطات وجرجير وايه تاني وكبده. يعني زي ما انتم شايفين هو الاكل دوت اللي هي كانت طالباه. بس بقى هي كانت طالبه الحمام وبطه على صينيه، وكانت طالبه حمام وبط تاني على صينيه صغيره. يعني كانت طالبه زي ما انتم شايفين الشكل ده، هو ده اللي هي كانت طالباه بالظبط. وحاولت بقى ان انا كمان ازوق لها بقى الصينيه واحط معاها الممبار. يعني هي كانت عايزه ممبار لوحده، بس انا قلت احط لها يعني جزء منه كده على الصينيه عشان يبقى شكلها حلو زي الصواني اللي بتطلع من المطاعم. شايفين يا جماعه الاكل بتاع النهارده عامل ازاي؟ وكمان كانت طالبه حمام كده، يعني وجبات تقريبا كانت هتديها لحد او حاجه، فانا برضو عملتها لها. يعني عملت لها كل اللي كانت عايزاه واكتر كمان. هي اتبسطت جدا بالاكل وعجبها جدا. بصوا بقى يا جماعه، يا رب انتوا كمان يعجبكم لما تتفرجوا عليه. لو عايزين بقى تعرفوا الاكل الجميل العسل القمر ده كله اتعمل ازاي، تابعوا الفيديو للاخر وانتوا تعرفوا كل حاجه. وكمان الرز بتاع الحمام عندي بيبقى مميز جدا، مش عايزه اقول لكم عليه، كل اللي داقه عارفه. تابعوا الفيديو للاخر وانتوا هتعرفوا كل الاكل ده اتعمل ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وهنا هبدأ ان انا اعصج اللحمة المفرومة. اول حاجة هبدأ فيها يا جماعة، بعد طبعا ما نقعت الحمام، غسلته الحمام والبط والفراخ، غسلته ونقعته كويس في المية والمحلول بتاع النقع بتاعه. بدأت بقى ان انا اشتغل دلوقتي. بدأت بايه؟ اللحمة المفرومة. ده عندي هنا حوالي 3 بصلات، يكون يعني حجمهم وسط، مش كبار قوي ومش صغيرين قوي، على نص كيلو لحمة مفرومة. انا طبعا البصل هنا ضربته فرمته في المفرمة، مش يعني مش قطعته على ايدي، لا فرمته هنا في المفرمة. وبعد كده سبته لغايه لما دبل تماما، استوى تماما، بس ما حمرش ولا خد لون، هو بس يا دوبك دبل خالص كده واستوى. ورحت منزله عليه اللحمه بتاعتي، قلبتها تقلبتين مع بعض وبشرت عليهم واحده طماطم. وبعد ما قلبت برده تقلبتين كده مع بعض، قمت نزلت بالتوابل. التوابل اللي انتوا شايفينها دي توابل بسيطه خالص، عباره عن شطه وكمون وكزبره وفلفل اسود. وبعد ما تقلبي بقى الكلام ده كله مع بعض، اول ما يقرب يستوي ظبطي بقى الملح بتاعك. بس قبل ما يستوي هنحط عليه هنا شويه من الفلفل الالوان اللي انا ركناهم على جنب دول، بس طبعا مش دلوقتي. الفلفل الالوان ده هنضيفه امتى؟ لما اللحمه تقرب تستوي، مش دلوقتي خالص. كان عندي الفلفل الالوان فروزن في الفريزر متجمد، وعندي كمان الفلفل الاخضر دوت فريش، يعني دوت لسه جايباه. حطيت قد ايه؟ حطيت حوالي نص فلفلايه من كل حاجه، او مثلا عشان الفلفل الاخضر بيكون صغير شويه فهنحط فلفلايه كامله، ونص من الاحمر ونص من الاصفر. طبعا عشان الفلفل الالوان ده بيكون حجمه كبير، فلو حطينا واحده كامله هتبقى كتير قوي عليها. بصوا بقى، ديت اللحمه اللي انا كنت معصجاها قبلها بيوم. ديت كانت في التلاجة، كان عندي اوردر امبارح وكنت معصجه كيلو، فدوت فاض منها. فحطيت بقى كله على بعض ونقلب بقى كده مع بعض لغايه لما تسخن تاني مع بعض كلها، وبعد كده هنركنها على جنب. عملت ايه تاني؟ عندي هنا حشيت الممبار. الممبار يا جماعه الخلطه بتاعته ديت اللي عايز يعرفها انا عاملاها في فيديو قبل كده، هبقى اسيبها لكم في التعليقات. طبعا الممبار هنا مقطعاه صغير مش كبير، وحطيت له بقى الميه بتاعته، حطيته بقى عشان يتسلق. وبعدين هنزل عليه التوابل. التوابل هتبقى عباره عن ايه؟ عباره برضو عن فلفل اسود، شطه، كمون، كزبره ناشفه، البهارات بتاعه اللحمه. وكمان حطي له ورق لورا وحبهان بس، وسيبيه بقى لغايه لما يستوي. وبعد كده طلعيه بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. اول ما يتهوى شويه، طبعا هو كده لسه ما بردش، اول ما يتهوى شويه ويقرب ان هو يبرد هتروحي مغطياه. لازم تغطيه بكيس يا جماعه، ما ينفعش تسيبيه كده، لو سبتيه كده هينشف وهيجلد شويه. لا، غطيه بكيس عشان يرجع يعرق تاني. ولما تيجي تحمريه يكون طري معاكي كده، يعني يكون طري ومقرمش في نفس الوقت. شايفين بقى الممبار بتاعي عامل ازاي؟ طبعا الحمام عندي هنا اتنقع كويس، والبط كمان اتنقع كويس. عايزه اقول لكم ان انا الحمام دوت نقعته الصبح، يعني قبل ما اشتغل. البط والفراخ نقعهم قبلها بيوم. يعني شايفين محلول النقع اللي انا عاملاه ده؟ ونقع فيه الحمام دوت، عامله نفس المحلول بتاعه، ونقع فيه برضو البط والفراخ. بس كل الحكايه ان البط والفراخ نقعهم قبلها بيوم، عشان اللحمه بتاعتهم تتطعم كده وتبقى حقيقه وتبقى مالحه شويه.
وتبقى يعني طعمه حلو، ما يبقاش طعمه عادم كده واحنا بناكل اللحم بتاع البط ويبقى طعمه مش حلو. وطبعا كل اللي داقه من ايدي عارف الكلام اللي انا بقول عليه دوت. تعالوا بقى نعمل تتبيله الرز الرهيبه اللي انا بعملها، اللي كل الناس هتتجنن عليها، يعني حرفيا والله مفيش حد داق الرز من ايدي غير لما قال لي بتعملي ازاي. تعالوا بقى اعملها لكم مع بعض. اللي حابب يتعلمها هنا يا جماعه لازم يشوف الخطوه ديت يعني كويس جدا. اول حاجه هتغسلي الرز وتحطي شويه من الزيت كده او ماده دهنيه، لو انت بتحبي السمنه في الحمام حطي سمنه، حابه تحطي زبده برضو براحتك، بس عامه انا بحب اعمله بالزيت كريستال، بيكون خفيف كده وبيكون حلو. حطيت هنا شويه من زيت، وحطيت كمان بعد ما غسلت الرز كويس جدا رحت منزله على الزيت، وبعد كده رحت منزله التوابل بتاعتي بقى هتكون عن ايه، وهو دوت السر كله هنا. حاجه بسيطه جدا لكن بتديله طعم جميل جدا جدا جدا. فلفل اسود، شطه، كمون، كزبره ناشفه، سنه بقى قرفه صغيره خالص تديله بس كده، يعني هقول لكم ايه، ريحه القرفه تكون باينه في يعني ما مش كتير خالص يا جماعه، سنه صغيره على طرف المعلقه، يعني بحيث ان احنا كنا شامين ريحه القرفه بس مش عارفين ان هي فيه. فاهميني ازاي؟ يعني في ريحه قرفه في الموضوع بس مش عارفينها جايه منين. يعني سنه صغيره خالص كمان، نكترش يا اما ما نحطهاش، بس عامه بتفرق وبتدي طعم حلو قوي. وكمان هنحط هنا بقى شويه من الملح الصيني، شويه قليلين برضو ما نكترش عشان يا جماعه ميبقاش مضر على صحتنا، ورق لورا وملح. بس كده، ايوه بس كده. لا نسيت حاجه كمان اقول لكم عليها، السبع بهارات بتاعه الشوربه. بس كده ولا اي حاجه، مفيش بهارات شوربه استبدليها ببهارات لحمه. وقلبي الكلام، ما فيش برضو استبدليها ببهارات فراخ عادي هتنفع. بس هي اللي انا بقول لكم عليه ده كله بيديله طعم وبينقل طعمه في حته تانية خالص. خلاص قلبت بقى الكلام ده كله كده مع بعض لغايه لما شوحته كويس. ميه من الحنفيه عاديه خالص، وغطي الرز بتاعك بيه. غطيه بميه عاديه خالص، لو لقيناه محتاج سنه توابل تاني من الفلفل الاسود او من الشطه او من اي حاجه هنديله. مش حابين خلاص كده، هو كده تمام قوي وهيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. بصوا بقى، انا بعد ما عملته وخلاص حطيت له الميه بتاعته، نسيت اضيف له الكبد والقوانص. يعني انا الكبد والقوانص دي كنت مشوحاها كده على جنب من غير بصل ولا اي حاجه، مشوحاها برضو في معلقه زبده، وحاطه لها توابل وملح بس. رحت نزلتها عليها. بس عامه انا نسيت اصور الجزء دوت يعني. وسبت الرز لغايه لما اتشرب، وبعد كده هديت عليه النار لغايه لما استوى. طبعا مش هيستوى سوا تماما، لا هو هنا بيستوي يعني قبل يعني، بحيث ان هو يكون ني حاجات بسيطه خالص يعني، التكمله بتاعته هتكون جوه الحمام. بصوا بقى، وهنبدا بقى ان احنا نحشي بالشكل دوت. انا عامه ما بحبش املى الحمامه بره وجوه وورا وقدام، وبقى اخليها كده عامله زي اكني حاجه كده زي الحمام الكداب، لا. انا بحب الحمامه احط لها احشيها الحشو بتاعها في بطنها من جوه وفي الزحله بتاعتها بس، بحيث ان هي اللحمه بتاعت الصدر كده تبقى باينه. وكمان عشان يبقى باين ان الحمام عندي كبير ما يبقاش صغير. كل اللي بيعمل الحركه ديت بيكون الحمام اوريدي صغير، عشان كده بيحاولوا ان هم يداروه بالرز، يعني بيكبروا حجمه بالرز. يحشوا بقى تحت الجلد كده حوالين الصدر ومش عارفه ايه بيكبروا حجمه. لكن اوريدي الحمام عندي ما شاء الله يعني هو حلو كبير مش محتاج. كمان عايزه اقول لكم ان الحمام دوت العروسه هي اللي جايبهولي، يعني ده اصلا مش بتاعي، ده مش الحمام اللي انا بطلعه في الاصدارات خالص. الحمام اللي انا بطلعه في الاصدارات عندي على الجروب والناس كلها عارفاه، لكن دوت كانت العروسه هي اللي جايباه، فجايبه بقى يعني مشكل متخلط، كبير في صغير كده يعني. نحشي بقى الحمام بتاعنا كله كده، وبعد ما احشيه كله هوريهولكم. وكده خلاص بقى حشيت الحمام بتاعي كله بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. زي ما قلت لكم هو حجمه حلو، يعني مش كبير قوي مش صغير قوي، يعني حجمه ما شاء الله حلو كده بقى. انا دلوقتي حاطه ميه على البوتاجاز وسبتها لغايه لما تغلي. هنسلق بقى الحمام دوت وهوريكم برده، هنحط له توابل وهنحط له كل حاجه. وفي عندي هنا كام واحده كده الزحله بتاعتهم كانت هي مش مقطوعه بس خفيفه قوي كده نحسها مكيسه، فانا خفت عليها برده لا تروح تفرقع، عشان احافظ على الشكل بتاعه كله. هوريكم انا عملت فيها ايه. بصوا بقى، جبت اللي كل كان خفيف زي كده اللي خفت عليه ان هو يفرقع، ورحت لفاه في استرتش اهوت، لفيته في كيس الاسترتش دوت لغايه ما بقى بالشكل ده اهو. وهسلقه بقى على حاله دوت زي ما هو كده، عشان بس ما يفرقعش. شايفين هو خفيف معايا ازاي؟ عشان بس ما يفرقعش مني في الميه او الشوربه. هما دول اللي كانوا فاضلين، عامه الحله ما كانتش مكفيه فسلقته على مرتين.
بعد ما نزلنا الحمام بقى في الميه بتاعتنا هنضيف له بقى التوابل العاديه خالص. ورق لورا، ورق اللورا دوت اللي انا كنت حطاه في الرز وكملت عليه. اخدته طبعا من الرز، نضفته من الرز ورحت حطاه في الشوربه زي ما انتم شايفين كده وكملت عليه بقى. وحطيت كمان عندي شطه وفلفل اسود وبهارات السبع بتاعت الشوربه، وكمان عندي هنا كزبره ناشفه وكمون اهوت يا جماعه. هو ورق اللورا عندي كان مكسر بس معلش، يعني انا صفيت الشوربه بقى، اضطريت ان انا اصفي الشوربه بعد ما خلصت. نسيبه بقى كده لغايه لما يستوي، وهسلق بقيه الكميه التانية زي ما قلت لكم، وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. كده بقى انا سلقت الحمام وخلاص طلعته وحطيت بقيه الكميه التانية. هسيب الكميه التانية دي برضو تستوي، وبعد ما تستوي هطلعها من ورق الاسترتش، واخلي الحمام كله الكميه بتاعتي كلها على بعض واغطيه. لازم اغطيه عشان خاطر برضو ما ينشفش ويعمل قشره كده ويكون طعمه مش لذيذ في الاكل. بص انا كمان سلقت البط، عندي كان عندي بطيتين، حطيت واحده، يعني حطيت واحده ما حطيتش الاتنين مع بعض، حطيت واحده وطلعتها وبعد كده حطيت التانية اهيت. التانية دي كان حجمها صغير شويه، وبرضو ام العروسه هي اللي كانت جايباهولي، يعني هي اللي كانت جايبالي اللحوم كلها. وبرده البط بعد ما يطلع هغطيه، هو لسه سخن لازم اغطيه يا جماعه بكيس كده او بورق الاسترتش، لازم اغطيه. حبيت برضو ان انا اوريكم دوت، الفيديو ده ما كانش في المقطع ده ما كانش في الفيديو خالص، ده مقطع تاني من اولدر تاني خالص، بس انا حبيت اوريكم حجم الحمام اللي انا بشتغل فيه في الاولدرات بتاعتي. هو ده يا جماعه الحمام اللي انا بشتغل بيه، شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ شايفين الواحده ماليه ايدي ازاي؟ يعني ما شاء الله، الله اكبر. شايفين حجمه عامل ازاي؟ طويله كده ومليانه، الصدر بتاعها مليان، الزحله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، بصوا على ورك الحمامه، يعني عشان تعرفوا الحمامه لازم تبصوا على الورك بتاعها وعلى الصدر. هو عامه يعني الحمام بيتعرف من صدره، تمام اوكي انا معاكم، بس لازم برضو بتبصوا على الورك بتاعها. ساعات بتحسوا ان الحمام وركه ناشف قوي كده ما فيهوش لحمه، لكن بصوا الحمام بتاعي ما شاء الله اكبر، الورك بتاعها يعني تحسوا ان هي فيها لحمه مش ناشفه مش عظم بس. وهنا كمان خليت البتنجان بتاعي وعملت له دقه جميله قوي كده، عايزين برضو تعرفوها ارجعوا للفيديوهات بتاعتي على القناه، هتلقوا فيديو بتنجان نفس التتبيله اللي انا عاملاها دي هتلاقوها على القناه. كده خلاص خلصت البتنجان، هسيبه بقى على جنب. ومعلومه هنا، البتنجان لازم يتخلل هو سخن، لازم تعملي التتبيله انت او تبقي محضراها قبل ما تقليه. بصوا بقى جبت بقى المكرونه بتاعتي، وطبعا اللحمه احنا عملناها مع بعض. البشاميل هو اللي نسيت برضو اصوره، او ما كنتش فاضيه، الوقت خدني معلش يا جماعه اعذروني، الاوردر كان كبير فمش كل حاجه اتصورت معايا يعني. بصوا بقى سلقت المكرونه برضو دوت، للعلم دوت كيس اللي هو الملكه، وحطيت عليه بشاميل كبشتين كده من البشاميل، او كبشه واحده كبيره. وهنقلب بقى الكلام ده كله كده، المكرونه مع البشاميل مع بعض، لو لقيناها محتاجه هنحط لها تاني. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، وبعد كده نجيب بقى الصينيه بتاعتي او السرفيس الجاهزه اللي انا هعمل فيها ديت. عامه انا لما بطلعها اوردرات بعملها في الصواني الجاهزه، السرافيس الجاهزه الالومنيوم ديت اهيت يا جماعه. ومش هدهنها بقى زيت ولا سمنه ولا اي ماده دهنيه من تحت، لا انا هكتفي بالبشاميل، هحط لها كده كبشه محترمه كده من البشاميل، واحاول بقى ان انا اوزعها في السرفيس كله، شايفين بالشكل ده. ونبدا بقى نحط نص كميه المكرونه او اكتر من النص شويه. عامه هو المفروض ان انا احط نص الكميه والنص التاني من فوق، بس انا بحب ازود الطبقه اللي من تحت شويه اكتر من اللي فوق. انا بحب ازود الطبقه اللي من تحت، بتبقى يعني تبقى كتيره شويه عن الطبقه اللي فوق. ليه؟ معرفش، بحس ان اللحمه بتبان فيها كده ويبقى طعمها حلو. خلاص خلصنا كده سوينا. نجيب بقى اللحمه ونوزعها برده كده. افردي بقى اللحمه بتاعتك، وطبعا تتبيله اللحمه دي عايزه اقول لكم يا جماعه خطيره، جميله فعلا فعلا جميله. وكمان التسكيره بتاعت الفلفل الالوان نقلها في حته تانية خالص. خلاص كده فردنا اللحمه بتاعتي، او خلاص وزعت اللحمه بتاعتي شويه قليلين كده بقى من البشاميل، وبعد كده نرجع نحط بقيه المكرونه بتاعتي. بصوا زي ما قلت لكم الطبقه اللي فوق مش قد اللي تحت، طبعا الطبقه اللي فوق قليله شويه، بس انت يعني انت وذوقك زي ما انت حابه تحطي الطبقه اللي من فوق هي الاكتر براحتك، حابه تعملي زي ما انا عملت براحتك، يعني شوفي بقى انت وذوقك، انت بتحبي الاكل ازاي، الاكل ده يا جماعه اذواق.
خلصتي وسويتي بقى الطبقه بتاعت المكرونه دي كويس جدا. نضيف بقى هنا البشاميل، بقيت كميه البشاميل بتاعتي نضيفها من فوق. وزعي بقى كده البشاميل عليها كلها بالتساوي كده. طب بصوا بقى، ممكن اقول لكم على البشاميل دوت انا عملته ازاي. عندي هنا 4 معالق من الدقيق وكيلو من اللبن، يعني كيلو من اللبن 4 كوبايات من اللبن على 4 معالق من الدقيق، كل كوبايه لبن بتاخد معلقه من الدقيق. والتوابل بقى بتاعتها مرق دجاج، ملح، فلفل اسود بسيط خالص يا جماعه، التوابل يعني الفلفل الاسود والشطه بسيط خالص. وكمان هنحط لها شويه كده قليلين خالص، يعني قد كبشه واحده من الشوربه. بس كده هو دوت يا جماعه البشاميل بتاعه. طبعا انتوا عارفين الطريقه بتاعته، لو مش عارفين برضو ارجعوا للقناه هتلاقوا انا عامله المكرونه البشاميل دي بالملي في فيديو لوحديها. خلاص خلصنا المكرونه بقى، هندخلها الفرن وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا يا جماعه بقى هعمل الكبده بقى. عشان هعملها ازاي، عندي معلقه كبيره من الزبده او مكعب كبير زي ما انتوا شايفين كده، وكمان بقيه الكميه زيت. لو انتوا حابين تحطوا الكميه كلها زبده براحتكم، بس عامه الزبده مع الزيت يعني بيدي طعم حلو قوي. زبده كريستال مع زيت كريستال بيدوا طعم برضو حلو قوي، ما بتبقاش تقيله قوي من الزبده، وفي نفس الوقت بتبقى حلوه، يعني بتبقى طعمها حلو. بصوا بقى، شايفين التتبيله التوم اللي انا وريتها لكم في الاول ديت انا خدت منها معلقه كبيره وتبلت بيها الكبده من الصبح. ماشي. وخليت بقيه التتبيله في طبق على جنب لوحديها جنب الكبده كده في التلاجة. هوريكم هنحطها امتى. بصوا بقى الكبده باينه طبعا ان هي متبله من بدري، كلها ماسكه في بعض اهيت، لان طبعا انا متبلاها من الصبح والكلام دوت خلاص كان يعني قرب العصر. خليت السمنه او الزبده لغايه لما قدحوا، او الزيت عامه خليتهم لغايه لما قدحوا كويس، ورحت منزله الكبده. حطي الكبده وما تقلبيهاش خالص غير لما تاخد لون من تحت او تدخل في السوا كده من تحت، وبعد كده تروحي مقلباها بقى كويس. خلاص عند ما قلبتيها ابداي بقى ايدك فيها ما تسيبيهاش عشان خاطر ما تتحمرش او ما تتحرقش، لا افضلي بقى قلبي فيها لغايه لما تقرب تستوي. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، بصوا ريحتها بدات تطلع. بصوا هنا كنت بشاور لكم، كنت بقول لكم ريحه الكبده خلاص، يعني ريحتها فظيعه يا جماعه، فعلا ريحتها فظيعه من قبل ما اكمل بقيه التتبيله بتاعتها وهي ريحتها فظيعه. ودلوقتي بقى اول ما الاقيها خلاص قربت تدخل في السوا كده هضيف لها بقى التوابل بتاعتي يا جماعه. اللي حابب يكتفي بالتوابل بتاعه التتبيله براحتكم، بس انا عامه حبيت ان انا اضيف لها توابل تاني، بتعزز الطعم بتاعها، يعني بتديها طعم، يعني بتديها قيمه تاني فوق قيمتها، بتديها كمان طعم حلو قوي يا جماعه والله. يعني انا حبيت كده ان انا ازود لها فلفل اسود وشويه كزبره ناشفه، بينقل في حته تاني، يعني ما تكتفيش بتاعه التتبيله فعلا. بصوا بقى انا كده ضفت بقيه التتبيله بتاعه الكبده. انا عامه ما صورتش الطريقه ديت لان انا عاملاها قبل كده معاكم في الفيديو، هو كل اللي انا زودته هنا هو الفلفل بس. شايفين بقى الجمال، شايفين الصوص اللي نزل من الكبده ده، هو ده احلى من الكبده ذات نفسها، يعني الصوص اللي نزل ده احلى من الكبده ذات نفسها. بصوا الصوص اللي نزل ده كله بسبب التتبيله اللي احنا حطيناها. شايفين يا جماعه عامله ازاي، والله الكاميرا ظلماها. بصوا عامله ازاي، نقلت الكبده بتاعتي في حته تانية خالص. نفضل بقى نقلب فيها كده لغايه لما تدخل على السوا، وخلاص قبل ما ندفع عليها ب5 دقايق نروح حاطه لها الفلفل الالوان. هنحط لها عندي هنا فلفل احمر واصفر وكمان اخضر. هنقلب بقى تقلبتين كده، مش عايزين فلفل يستوي ولا يدبل، لا هنقلب تقلبتين وبعد كده نروح طافيين عليها. سريعا كده هقول لكم التتبيله ديت انا عملتها ازاي. التتبيله ديت عباره عن توم، فلفل اخضر حامي، وفلفل اخضر رومي. تمام. ضربت ده كله في المفرمه وحطيت لها توابل، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، وكمان معاهم عصير ليمون. ضربت كله في المفرمه وبعد كده رحت حطاهم على الكبده. لو عايزين تعرفوا الطريقه بتاعت الكبده بالظبط هتلاقوا برده الفيديو انا منزله لكم في التعليقات. كل الفيديوهات، كل الاكلات اللي انا عملتها هنا ومش منزله الطريقه بتاعتها كامله هنزل لكم الفيديو بتاعها في تعليق اسفل الفيديو. بصوا بقى يا جماعه الجمال، شايفين عامله ازاي كبده كده بتتكلم عن نفسها. والله والله كانت ريحتها قلب الشقه، يعني كان كل الاكل اللي عملته كوم وكانت الكبده دي كوم تاني خالص. وتعالوا بقى نشوف عملت ايه تاني غير الكبده. طبعا الكبده كانت على البوتاجاز والفرخ المشويه كانت في الفرن اهيت يا جماعه. بصوا كانت في الفرن، يا برضو متبلاها ازاي، نقعها طبعا قبلها بيوم زي ما قلت لكم. وكل اللي من بره ديت هي صلصه طماطم وحشيها بصل وطماطم، يعني عامله لها حشو كده عباره عن بصل وطماطم وفلفل اخضر وحشيها بيه ومتبلاها طبعا كويس جدا. وبعد كده رحت حاطه لها صلصه طماطم من بره او عصير طماطم وسبتها في الفرن زي ما انتم شايفين. اخر حاجه بقى عملتها معايا وهي كان اللي ختمت بيها الفيديو دوت، وهي كانت الرز البسمتي.
الرز البسمتي عملته ازاي؟ برضو حطيت حوالي مكعب كبير من الزبده، وحطيت الباقي زيت. انا عامه يا جماعه بحب استخدم دوت على ده عشان الاكل يبقى خفيف، ما يبقاش تقيل قوي ويبقى تقيل كده واحنا بناكله ويسد نفسنا ويوجع بطننا، لا بيبقى يعني زيت كريستال بيكون خفيف شويه. وحطيت بقى بصلايه متقطعه على الايد كده تقطيع ناعم خالص زي ما انتم شايفين، وشوحتها كويس جدا، مش هخليها تحمر هنا، هشوحها بس هشوحها لغايه ما البصله تدبل كويس جدا. وبعد كده هنزل عليها التوابل. التوابل بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ شوحت البصله بتاعتي، ودلوقتي بقى هضيف لها التوابل. التوابل هتكون عباره عن ورق لورا، وكمان السبع حبوب بتوع الشوربه، شويه بسيط خالص كده من الملح الصيني، وشويه من الملح العادي. طبعا عشان انا مظبطتش الملح في الاول، لو انت ظبطتي الملح في الاول خلاص. وطبعا بعد ما تضيفي الميه يعني هتعرفي تظبطيه اكتر. وشويه كمان من الفلفل الاسود، شويه من الكمون، شويه من الكزبره. كل التوابل اللي بقول لكم عليها دي اساسيه عشان يطلع الرز طعمه جميل زي ما انا عملته هنا كده. بصوا يا جماعه، وبعد كده هنروح مقلبين بقى الكلام ده كله كويس. هنخلي التوابل تاخد ده يعني ريحتها تطلع كده مع البصله والزيت والزبده. وهنا كمان هنحط شويه من الكركم وشويه من الكاري. مفيش كركم ممكن نستغنى عنه، بس مش هنقدر نستغنى عن الكاري. هقول لكم ليه ممكن نستغنى عن الكركم. عشان ممكن انا دلوقتي هنا هحط بودره الزعفران، فاوريدي مش هتبقى يعني عادي ممكن تستغني عنها. بس اللي ممكن المستحيل تستغنى عنه هو الكاري، عشان هنا هيدي لون وهيدي طعم. ماشي، هو الكاري عامه بيبقى فيه يعني شويه من الكركم. وهنقلب بقى التوابل دي كويس جدا. وبعد كده هنضيف لها هنا واحده مرقه دجاج، ودي برضو بتديها طعم حلو قوي، ولو مش موجوده خلاص ما تضيفيهاش. وبعد كده هنحط واحده طماطم مبشوره، ونقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض. وبعد كده بقى نروح نازلين بالرز بتاعنا. الرز دوت انا كنت نقعاه 10 دقايق في الميه طبعا بعد ما غسلته. وبعد كده دلوقتي بقى احطه على الخلطه بتاعتي الحلوه ديت، وهقلب بقى فيه دقيقتين كده او دقيقه واحده بس. وبعد كده نروح حاطين عليها الميه. بصوا بقى الخلطه ديت فظيعه يا جماعه. انا حبيت ان انا ازود الصلصه شويه، لو انت مش حابه تزوديها خلاص، بس عامه يعني هي واحده طماطم بس كفايه. شايفين عامله ازاي؟ دلوقتي بقى هنضيف الرز. بصوا هو انا خدت وقت شويه على ما صفيته بس من الميه، وطبعا ما صفاش كويس عشان زي ما انتوا عارفين الرز البسمتي بيتزحلق شويه واحنا بنغسله، فطلع عيني شويه يعني معلش. وبعد ما نقلب بقى كده لمده دقيقه زي ما قلت لكم، هنروح منزلين ميه. انا حطيت هنا ميه عاديه خالص من الحنفيه. لو مستعجلين على السوا بتاعه هنحط له ميه مغليه، مش مستعجلين خلاص انا نزلت عليه ميه عاديه خالص. مقدار الميه قد ايه؟ كوبايه الرز كوبايتين ميه. شوفي بقى انت عامله كام كوبايه رز وحطي قدها ميه. يعني الضعف يا جماعه، الميه ضعف الرز. قلبيه بقى، ظبطي ملحك. خلاص بقى كده ظبطنا الميه والملح، هنغطيه بقى ونسيبه لغايه لما يستوي. اول لما يستوي ونهدي عليه النار، هنبدا بقى نجيب هنا عندي سنه صغيره خالص من بودره الزعفران. لو الزعفران اللي عندك دوت بودر يبقى هتضيفيه عليه سن يعني نقطتين ميه كده مش كتير، وهنحطه على الرز بالشكل دوت. لو الزعفران اللي عندك سايل اللي هو بيبقى يعني اللي هو عامل زي الزيت دوت، هنحط برضو يعني قد معلقه، يعني معلقه ايه، لا هنحط نقطتين كده مش كتير. وعندي كمان لون طعام احمر،
اللون دوت يا جماعه لون طعام، يعني صحي عامه بتحط في الاكل، هو صحي فحلو قوي. مش هيدي يعني مش هيغير طعمه، مش هيكون مضر، مش هيكون في اي حاجه، يعني هيديله لون حلو بس. وكده هنا بقى كنت خلصت خلاص الاكلات بتاعتي كلها. طبعا الكبده هنا كانت هتتسخن قبل ما تحط في السرفيس بتاعها. وخلاص الاكلات كلها خلصت، البط اتشمع وخلاص، والحمام اتحمر، ولا الفرخه استوت. الممبار كان خلاص برضو استوى واتحمر. وكده بقى مش ناقص غير ان انا اغلف. هغلف بقى الاكل بتاعي دوت وهوريهولكوا بعد التغليف. بص انا بعد ما خلصت ده كله رحت حطاه في الفرن. وخليت الفرن هنا يعني دافيه، خليتها اني سخنتها قوي ورحت طافيه عليها، وحطيت الاكل ده كله عشان يفضل بس دافي معايا ما يبردش. بصوا بقى خلاص رصيت الحمام طبعا. ابو فهد جوزي ساعدني في ان انا اعمله بالشكل دوت، لان انا ما كنتش هعرف اقطع الخيار ولا هعرف اعمل الديكوريشن دوت. لا هو اللي كمل وهو اللي عمل الحاجات ديت. فشوفوا بقى الاكل ايه رايكم فيه، يا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسوش اللايك، اهم حاجه اللايك يا جماعه للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. اهم حاجه تحطوا لي لايك، وما تنسوش تكتبوا لي تعليقكم، يعني رايكم ايه في الاكل بتاع النهارده. وما تنسوش تشيروا الفيديو بقى على قد ما تقدروا، يعني فيديو غيركم، للناس اللي تبقى عايز تطلع اوردرات عرايس تبقى محتاره تعمل ايه، او مثلا عايزه تعمل افكار لصواني وبرده مش يعني محتاره تعمل ايه، او الناس اللي عازمه حد ومحتار برده يعمل اكل ايه. لايك وشير بقى للفيديو لو عجبكم الفيديو، وما تنسونيش، وتعليق حلو كده منكم. وباي باي.